أهلا وسهلا بكم في فيديو اللي هو قصير. اليوم غادي نوريكم الضفيرة اللي درت في الفيديو السابق ديال مشترياتي. بزاف ديال المساجات طلبوا مني باني ندير هذه الضفيرة وسهلة جدا. كما كتشوفوا كنمشطو الشعر جيدا، كناخدو كل جنب واحد وكناخدو خصلة كنقسموها على 3 وكنبداو نديرو الضفيرة العادية، ولكن كنحاولوا نجرو الضفيرة في جهة الوجه، يعني تكون هوادة أو نازلة جهة الوجه، وكنبقاو ناخدو الخصل فقط من جانب واحد، يعني من جهة الشعر كناخدو الخصل، ولكن من جانب جهة الوجه ما كناخدوش الخصل. وكنبقاو غاديين بهذه الطريقة، وكنحاولوا نخليوها يعني غادية مع الهير لاين ديالنا، يعني مع فين منبت الشعر كنحاول نخليوها في الوجه ديالنا، ما كنردوهاش للوراء. وكنبقاو غاديين حسب الخصل اللي انتي بغيتي خصل كبار بغيتيهم صغار، يمكن لك يعني تشكلي او تنوعي او ديري على حسب الرغبه اللي عندك. زوينه هاد الضفيرات صلاح يعني اليومي، صلاح ديريها يعني الابنه ديالك، صلاح لاي مناسبه حبيتي ديريها، سهله وكتبان زوينه. ملي كنوصلو لجهه الاذن ديالنا ما كنبقاوش هوادين في نفس الخط، كنحاولوا ندخلو باتجاه الاذن. هذا هو احسن طريقه، فنحاولوا بحال نطلعوا باتجاه الاذن ماشي نمشيو في خط مستقيم. وكنبقاو كناخدو الخصل كما كتشوفوا، واللحظه اللي كنلاحظوا باننا وصلنا يعني الشعر اللي هو جاي من الجهه الاخرى، فكناخدوه يعني كنبداو نضيفوه للخصلات خصله بخصله حتى كنساليو الشعر بالكامل، وكنكملوا الضفيره عاديه، يعني الضفيره ديال 3 العاديه، وكنبقاو نكملوها حتى الاخير. بطبيعه الحال كناخدو الالاستيك وكنوضعوه في الشعر ديالنا. من بعد ذلك غادي نفتحوها. كنظن وريتكم هاد التكنيك هذا سبق لي في واحد الفيديو درت فيه الضفيرات سابقا، فنفس التكنيك فقط كنحاولوا نحلوا الضفيرات. كنبداو كما كتشوفوا من اول ضفيره، كنحاولوا ما نجروش الضفيره كامله، فقط نجرو الجزء الخارجي ديالها كما كتشوفوا، مش كنجروها كامله، فقط الجزء الخارجي باش ما نخليوهاش مفتوحه بزاف، عاوتاني باش ما ترخفش. فهذه احسن طريقه، نجرو شويه من الفوق، ولكن اهم حاجه هي من جهه الوجه ديالنا، وكنرخفوها على حسب شحال بغينا نخليوها مزيره، بغينا نرخفوها بزاف، كيبقى على حسب الرغبة ديالكم. وهذا هو اللوك النهائي ديال الضفيرة. نتمنى تكون عجبتكم، ما تنساوش ديروا اشتراك بمزيد من الفيديوهات. نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم. باي باي.